يلا ادم. انا شايف بقى ان ده اهم مثال واكبر مثال عن اهميه وجود سنسور او مستشعر بين الطالب والمدرس. مش مهم هو موجود فين، بس اهم حاجه ان هو موجود يعني. يعني اهو الجيل الجديد بيخلف وهو بدأ يجيب لنا عيال اهو بيشخ على بيستاشيو. يعني تخيل دي تبقى امه قبلها بيوم هي مطبقه اصلا في البيت بتتفرج على طريقه عمل كنافه بيستاشيو وكيكه الشرموطه في البيت في 5. قالت لي حسيبك عشان انت مش مشهور. قلت لها يوما ما ستصبحين فنزة، بكرة تشوف صورتي تعياطي، مع غيري كده تتفرفاطي. ايوه. بقى ده اكتر مقطع في الفيديو عندي فيه مشكله. هو الراجل دوت والبت بتطلع ماسكه التليفون حاطاه كده قدام وشها قدام الكاميرا، وتيجي تقول لك مثال غريب كده ما حدش عارفه غيرها وجروبات الفيس اللي هي بتاعت المطلقات، وتيجي تقول لك في الاخر ايه حبيت وتغمز لك كده. مشكلتهم ان هم مفكرين نفسهم يعني مشاهير قوي، يعني لدرجه ان هو دوت قاعد يعني دوت قاعد بيشرشح لواحده سابته، فهو بيقول لها ان هي تبقى فانز. فانا بجد مش فاهم هو انت الفعل دوت مبني على ايه يعني. انت بجد يعني انت مفيم البربريز، انت اخد مخلفتين ورا وقدام يا صاحبي. انت واعي اللي انت بتقوله؟ انت في بربريز متفيم في وشك اخد مخلفتين انت بسبب اللي انت عامله ده. انت لو ظابط مرور شاف الفيديو دوت اقسم بالله ياخدك حضان. ايه ده؟ ده فول محوج. ايه فول 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 ايه فول. يعني انتوا عايزين محلول؟ يعني ايه الاجسام دي؟ يعني مش فاهم ايه الاجسام دي بجد. ايه اللي تحصل كل الهزات دي الا لو في بالين هيليوم منفوخه في مكان ما؟ يعني انتوا ادرى بيه، انا ما ينفعش اتكلم عنه عشان في مشاهدين طبعا وان شاء الله تبقى قناه صديقه للاسره. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله.